خلاص ماشي يابا، انا مستنيك، سلام. في ايه يا محمود؟ بقول لك ايه، ابويا واخويا علي جايين دلوقتي. ليه؟ شكلهم جايين يتكلموا معايا في جهاز اختي، ما انت عارفه ان الفرح قرب. هو مفيش غيرك؟ باب الاسانسير كويس عشان اللي طالع. حاضر يا حبيبي. بص يا علي، قبل ما نخش جوه عند اخوك ايوه. هتغلط، صوتك هيعلى، هترد على مرات اخوك، هنزعل سوا. ماشي يا عم الحاج. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وكل حاجه محمود محمود محمود، في ايه يعني؟ يعني اسيب اختي وابويا في الظروف دي؟ انا ما قلتش كده، بس في اخ تاني يساعد معاك، مش يبقى كل حاجه محمود محمود. انت ليك بيت وليك ست. قصدك ايه؟ احنا هنعرض على اخوك الامر، وافق كان به، ما وافقش هناخد بعضنا ونمشي. اخباري مش زي ما هبقى معاه. بص في ورقتك يا علي، مالكش دعوه باخوك. يعني ما تشوش الليله لوحدك. طب خش يا سناء، جهاز الصاله قبل ما نفتح الباب. حاضر يا محمود. قدامي علي فين يضرب الجرس. حاضر يا عم الحاج. بالراحه. الجرس بيضرب، ما اسمعش صوتك، وادخلي لما عاوزك هناديلك. يلا. نور الدنيا يابا. ازيك يا علي، عامل ايه؟ تعالى يابا اتفضل. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ اتفضل يابا. يا ساتر. منور يابا. ده نورك يا حبيبي. تعالى اتفضل. اقعد يا علي. حاضر يابا. تعالى يا محمود جنب، عايزك. طب اعمل شاي يابا. اقعد اقعد، بلا شاي بلا قهوه. يبقى ما تعشيتوش. يا عم اتعشى. سناء جاهزه عشاء. ما تجهزيش يا بنتي حاجه. شيل الحمد لله. ايه يابا، انت عارف على اللقمه في بيتي؟ يا عم مش عارف ولا حاجه. انت ابني وعايز اقعد معاك لوحدي كده واقول لك كلمتين، مش لازم مراتك تحضر يعني وتنط لنا فيها. تحت امرك يابا. والله امر الله. بص يا ابني، انا مش عارف ابدا منين كده، ويعني انا محرج منك بصراحه. يابا الكلام اللي على هواك قوله، وانا اسمع لك اي كلمه. اختك انت عارف ان خلاص فرحها قرب، فكنا عايزين بقى نلم الدنيا كده ونجيب شويه الحاجات اللي ناقصاها، يعني التلاجة والبوتاجاز، الغساله، الطباق، الحلل، الحاجات الصغيره اللي باقيه دي عايزين نجيبها. ف انت عارف اخوك الكبير ظروفه على قده. وانا قلت يعني انت يا محمود تشيل. يابا في مثل بيقول لك القف ام ودنين بيشيلوها اتنين. يا ابني في ودن منهم اتقطعت، القفها بايدك وشيل. انت عارف يا حاج اللي حصل انت ومحمود، سيرة تفك يا عم محمود ان شاء الله وكله. طب ما كانت فك، ولا نسيت ورث امك الله يرحمه؟ انا مش عايز اتكلم في الحوار ده، بس انا مش عايز افتح في القديم. خلاص يا حاج. مش عايز